السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بقالنا كتير قوي ما طلعناش فيديوهات فلوس قديمة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة بتاعنا نصلي على النبي ونبدأ كده بذكر الله. أخباركم إيه؟ يا رب الأيام اللي جاية يا رب يبقى سعيدة علينا على الناس جميعا يا رب. ويا رب كل أولادنا اللي في المدارس في الامتحانات يا رب ربنا يا رب يوفقهم يا رب بحال الأيام المفترجة يا رب ويجيبوا درجات كويسة جدا يا رب ويجيب تعبهم على خير. بس قبل ما نبدأ بقى إيه نصلي على النبي. ما تنسوش يا جماعة صلوا على النبي وإلا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يا رب يجعل قلبنا كلنا يا رب بذكر الله. بقالنا كتير طبعا ما جبناش فيديوهات عملات قديمه. النهارده ان شاء الله بشقه الرحمن الفيديو بتاعنا جايب لكم عملات معايا هي تبع البنك المركزي ماشي. ما بقالهاش عمر طويل بس لها قيمه في السوق وبتباع بسعر كويس قوي وهقول لكم برده بتتباع فين. بس يا جماعه هو فضل منكم وكرم ليس امر. تكملوا معايا الفيديو للاخر وممكن يبقى حاجه في اخر الفيديو تستفاد منها. وما تنساش يا جماعه الاشتراك واللايك ويا رب اي حد عنده قناه ربنا يا رب يوفقه او في اي مشروع ربنا يوفقه. انا يا جماعه قربت اتم الألف محتاجه مساعدتكم كتير قوي. اي حد اتفرج على الفيديو ما تنساش يا جماعه الاشتراك واللايك ويا رب يوفق اي حد في اي شغلانه في اي حد معاه بيعمل مشروع او اي حد معاه قناه. الفيديو النهارده بيتكلم العملات بتتكلم النهارده عن ايه؟ عن عمله ال 25 قرش. هي تبع البنك المركزي مش البنك الاهلي بس تتباع في السوق بسعر كويس قوي. تعالوا اوريكم العمله اللي معانا بنتكلم عنها وفي نفس الوقت هقول لكم في اخر الفيديو تروحوا تبيعوها فين. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك وتكملوا الفيديو للاخر وهقول لكم دي سنه كام. العمله بتاعنا النهارده بتتكلم عن 25 قرش اللي هو اللون ده يا جماعه. الربع جنيه ده 25 قرش البنك المركزي المصري اللي هو ربع جنيه الازرق. اللي معاه الربع جنيه ده ما يفرش فيه بسهوله بيجيب سعر كويس جدا وفي نفس الوقت تعالوا شوفوا الربع جنيه ده سنه كام. الربع جنيه الازرق ده يوم 22 ابريل 1963. ده العمله دي من 63 يعني ما بلاش برده مده عمر طويل. بس في نفس الوقت اللي معاه الربع جنيه ده بيجيب سعر كويس جدا ماشي. واحنا في ايام يعني اللي معاه عملات وبيحب يبيعها لها سعر ما يفرش فيها او يحتفظ بيها. العملات دي كويسه جدا. تعال نشوف الوش ده الوش بتاعه. بس اهم شيء يا جماعه زي ما قلت قبل كده في الفيديوهات بتاعتي اهم شيء ما تبهدلش العمله اللي معاك. اهم شيء تحتفظ بيها. ممكن تحطها في ظرف عندك تحاول تحتفظ بيها ما تجيش عليها ميه ما تكتبش عليها. اهم شيء عشان عمله تجيب معاك سعر كويس غير مثلا يبقى مكتوب عليها ولا حاجه او متبهدله مش هتجيب السعر اللي انت عاوزه. طول ما انت محتفظ بالعمله بتاعتك طول ما هي هتجيب لك سعر كويس جدا تبع البنك الاهلي تبع البنك المركزي. في نفس الوقت هتجيب معاك سعر كويس قوي. العمله بتاعتنا النهارده ال 25 قرش اهوت الازرق يا جماعه مش اي لون تاني. ده بيجيب سعر كويس جدا وده الظهر بتاعه ده كده واحد. هجيب لكم التاني برضو اللي معايا ال 25 قرش برضو معايا الربع جنيه ده. شفت الشكل ده كده عشان فيه كذا عمله ثانيه بشكل تاني. فيه كذا 25 قرش بشكل تاني. الشكل ده كده اللي هو الاخضر في الازرق مكتوب عليه ايه البنك المركزي المصري سنه كام؟ يوم 17 مارس 1977 مواليد 77. برضو الربع جنيه ده كان على ايامهم يا جماعه. طبعا الربع جنيه ده على مواليد 77 برضو كان بيجيب يعني حاجه كويسه اللي هيفتكروا يعني مواليد كان مواليد 77. الربع جنيه برضو كان ليه قيمته برضو كان لسه الدنيا بخيرها وبركتها او سنه 1963 يعني. يجعل بيت المسلمين جميعا عمر يا رب ويا ربنا يرزقنا جميعا يا رب ارحم الراحمين يا رب العرش العظيم. اللي هو ازرق في اخضر وده الظهر بتاعه اللي فيه النسر من ورا. يبقى انا جبت لكم ده جبت شكل ال 25 قرش جبت شكل الربع جنيه الازرق خالص. شفت الرسم بتاعته وجبت لكم شكل الربع جنيه علمك ده رسمه وده رسم خالص. ده حاجه وده حاجه بص كده ده حاجه وده حاجه خالص فقط مفيش اي حاجه تقربها من بعض. التصميم غير التصميم خالص. ده حاجه وده حاجه. عجبكم يا جماعه الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك وشكرا على اي حد بيتابعني او اي حد بيستنى الفيديوهات بتاعتي. شكرا ليه وان شاء الله يا رب يجعلني عند حسن ظنكم. وهقول لكم دلوقتي هتروحوا تبيعوا العملات دي فين. اول حاجه في سوق اسمه سوق الجمعه في السيده زينب. في ناس كتيره جدا هناك بتشتري العملات. طبعا لو عندك عملات بتلمها كلها وتروح تبيعها او تاخد من جزء منها وتروح ايه تشوف الدنيا ايه وتشوف الاسعار ايه وحاول تفاصل معاه عشان يعني هيجيب لك طبعا من تحت ومش هيديك تمن قيمه العمله بتاعتك زي ما انت عاوز. بس انت تحاول تفاصل معاه وتروح لواحد واثنين وثلاثه لحد ما تجيب السعر اللي انت عاوزه. اللي عنده عملات يا جماعه العملات دي يعني اغلى من الفلوس بتاعتنا النهارده. يعني انت لو معاك حاجه مثلا هتجيب معاك حد يقول لك مثلا ب 100 جنيه اعرف اللي هي هتجيب معاك 400 500 جنيه. حاول تجيب اخر ما عنده عشان تقدر العمله اللي معاك ما تفرش فيها. عشان كل ما بتقعد في السنين بتقدم معاك تقول هي العمله بتاعتنا بتزيد. او انت عندك على الفيس ممكن تشتريها عندك على الفيس وتقول انا عاوزه ابيع العمله دي. في ناس هتخش لك على الفيس تقول لك انت عاوز تبيعها بكام؟ قول لها انا عاوزه ابيعها بكذا. هتلاقي فاصل معاك وفتره ممكن حد يجي لك ربنا يبارك لك بحد كويس. عشان في ناس بتغوى العملات دي بالذات العملات القديمه. في ناس بتحب العملات القديمه جدا وفي ناس زي ما ناس بتحب الانتيكات. يا رب لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش الاشتراك واللايك ويا رب كل اللي قدمه لكم يبقى كبير ويا رب يبقى فيه خير ونفع لاي حد بيتفرج على الفيديوهات. ما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك والتعليقات بتاعتكم الجميله. وكل سنه وانتم طيبين ويا رب يجعل ايامكم كلها سعيده. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.